انا النهارده عملت اكله سهله وسريعه ما بتاخدش اي وقت في التحضير. هتدخليها الفرن وتنسيها لحد لما تستوي مع نفسها. اول حاجه كده هاتي اي خضار عندك في التلاجة تحبيه استعمليه، مش لازم زي ما انا استعملت بالظبط. انا هنا جبت كميه من البطاطس قطعتها بحجم سميك وكبير شويه علشان تستحمل السوا معايا في الفرن. وكمان معايا كوسه بقطعها كمان كبير شويه. انا هنا هعمل ورقه لحمه اهو. كمان هقطع فلفل اخضر. اي خضار عندك استعمليه، ممكن تستعملي بسلة جزر فاصوليا اللي تحبيه. وكمان هقطع طماطم ترانشات. وكمان هنا هستعمل كمية من البصل، انا استخدمت هنا 3 بصلات حجم متوسط. ممكن ورقة اللحمة دي مثلا ما تعمليها باللحمة تبقى ورقة فراخ، بس قبل ما تحطي الفراخ مع الخضار لازم تحمريها كويس تديها يعني لون حلو جدا في الزيت من الناحيتين. قطعت البصل وهنا كمان هقطع واحدة فلفل سبايسي، ودي اختياري، ما بتحبيش السبايسي مش لازم اهو. وهضيفها دلوقتي على الخضار بتاعي. هنقل بقى الخضار ده كله في صينية كبيرة دلوقتي علشان اعرف اقلبه كويس مع التوابل. البهارات عندي ايه؟ ملح وفلفل اسود ومعلقة كمان صغيرة كده من السبع بهارات او بهارات اللحمة اللي تحبيه. وهنا كمان بابريكا تديلها طعم حلو جدا. معلقتين زيت. وكمان هستعمل هنا معلقتين كبار من دبس الرمان، بيدولها يعني بيدوا الخضار مزازة مع اللحمة، بيدي طعم حلو جدا. وهنا كمان معايا التوم اللي احنا فرزناه، شايفين لونه ابيض وحلو ازاي. انا بستعمله على قد يعني انا بطلعه من الفريزر على قد الاستعمال على طول وادخله الفريزر تاني. وادلك بقى الخضار ده كله بالتوابل كويس جدا. ممكن كمان مكان الفراخ تستعملي سجق، تبقى ورقة سجق. ممكن كمان كبدة اللي تحبيه. وكمان استعملي نوع اللحمة اللي تحبيه، بس بلاش لحمة ناشفة، يعني اللحمة لما بتكون ملبسة في ورقة اللحمة بتبقى احلى كتير. اهو انا استعملت هنا لحمة بتلو. دلوقتي جبت الصينية اللي هدخلها الفرن، فرشت فيها ورقة فويل في الاول وبعدها ورقتين من الزبدة، وهنزل فيها تقريبا نص كمية الخضار. وبعد كده هضيف عليه اللحمة. انا استعملت هنا لحمة بتلو مبتاخدش وقت في السوا، وكمان ما بتبقاش ناشفه في الوصفه دي، حلوه جدا. هنزل بقى فوقها كده دلوقتي باقي كميه الخضار. وانا هنا كنت مسخنه الفرن قبل ما ابتدي تقطيع الخضار بتاعي خالص، مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره. دلوقتي بقى هقفل عليها كويس بورق الزبده كويس جدا، وبعديه بورق الفويل عشان ورق الفويل ما يلمسش الاكل بتاعي اهو. هقفل بقى كويس جدا. وكمان هجيب ورقه فويل كمان دلوقتي وهحطها كمان على الوش عشان اتاكد ان هي تكون مكموره كويس، الخضار بقى واللحمه ينزلوا ميتهم مع بعض ويستووا فيهم. انا اهو حضرتها قدامكم من غير ولا نقطه ميه واحده. هدخلها بقى الفرن دلوقتي، ما تحطهاش تحت خالص، يعني انا مشغله الفرن من تحت بس ما تحطهاش على الصاج مباشر عشان ما تتلسعش معاكي. اول درجه بعد الصاج حطي الشبكه وحطي فوقيها الصينيه. خدت في الفرن معايا بالظبط ساعتين. كانت اللحمه مهريه مستويه جدا والخضار كمان مستوي جدا. هنا بقى هعمل الرز حبه وحبه من غير محمر رز. حطيت هنا معلقتين زيت ومعاهم قطعه من الزبده. اول لما تسيح هنزل عليها بكميه من لسان العصفور. ده بقى لو انت عايزه تعملي رز وحبه وحبه مستعجله وما عندكيش وقت تحمري الرز، هيديكي نفس النتيجه والشكل. وكمان الزبده مديه للرز طعم حلو جدا اهو. بحمر لسان العصفور ما سيبوش ابدا علشان لونه كده يبقى موحد وحلو. دلوقتي خلاص لونه بقى حلو جدا. هضيف عليه الرز، غسلته وصفيته كويس، وهقلبه بقى مع لسان العصفور لحد ما يتكتك ما يبقاش فيه اي ميه خالص. وهضيف عليه الملح بتاعه والميه وهغطي لحد لما الرز يتشرب. ههدي عليه النار خالص لحد ما يكمل سوا، وبس كده يبقى الرز جاهز معايا.
اكله سريعه بجد وسهله، مش هتاخد منك وقت، ومش هتفضلي كمان واقفه في المطبخ مده طويله. اهو ضفت عليه الميه المناسبه لكميه الرز اللي انت هتعمليها على حسب، وهغطي بس كده. هنا بقى بعد ما ورقه اللحمه بتاعتي استوت بجد، كانت ريحتها تحفه، اللحمه مهريه اهي، والخضار مستوي كويس جدا. كمان هنا اهو الرز بتاعي جاهز ومفلفل ومستوي. يا رب الوصفه النهارده تكون عجبتكم وتجربوها، ولو جربتوها قولوا لي رايكم في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله.